الله تعالى وبركاته. مطار العيون الحسن الأول الذي يحل به العاهل الكريم في زيارة مباركة ميمونة لمدينة العيون، التفاتة مولوية سامية ليتفقد حفظه الله أحوال الساكنة بهذه الربوع العزيزة من وطننا الحبيب، في إطار سياسة القرب التي دأب جلالته على نهجها منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، رابطا بذلك الماضي بالحاضر، ومكرسا جلالته لعرى التلاحم العريق القائم بين العرش والشعب. وبعد أن استعرض حفظه الله تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، تقدم للسلام على جلالة الملك رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية والكاتب العام للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، ورئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الجماعية والإقليمية بالعيون، ومدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وممثل السلطات المدنية والعسكرية بولاية العيون، ورؤساء المجالس الإقليمية ببوجدور والسمارة، ورؤساء المجالس البلدية للمرسى وبوجدور وترفاية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، والمنتخبون المحليون، وشيوخ مختلف قبائل الجهة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. زيارة العاهل الكريم لمدينة العيون حدث مميز لما له من أبعاد روحية ووحدوية، ولما له من تواصل أراده جلالة الملك أن يكون متجددا على الميدان لصلة الرحم ولتفقد أحوال الساكنة ولضخ دماء جديدة في مسيرة التنمية المستدامة والمندمجة التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء على مختلف الأصعدة. مدينة العيون اليوم فضاء تجلت فيه الوحدة في أروع صورها، وسط أجواء من الفرحة العارمة بهذا اللقاء الذي يعكس قيم الوفاء والولاء والترجمة العملية والميدانية للإرادة الملكية الراسخة لتعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية. وفي مثل هذه المناسبات والتي تهب فيها ساكنة ربوع بلدنا العزيز عن بكرة أبيها لاستقبال أمير المؤمنين، يتعمق الحب في قلوب المغاربة، يتعمق الحب في وطن متكامل لا مكان فيه للإقصاء والتهميش، في مجتمع الشباب والطفولة والمرأة، في مجتمع التعددية وترسيخ المؤسسات، في مجتمع تطوير الاقتصاد وتعزيز الخدمات الاجتماعية. يتعمق الحب لملك اختار عن قناعة الاقتراب من شعبه، لملك أعاد الروح للقيم النبيلة الضاربة بجذورها في وجدان وممارسات المغاربة من قبيل التضامن والتكافل. صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وهو اليوم يزور مدينة العيون، يدشن لآفاق جديدة في التنمية والاندماج، معانقا بذلك تطلعات الشعب المغربي في الرقي والتطور. هو جلالة الملك
المدافع الأمين عن الوحدة الترابية هو جلالة الملك الوفي لقسم المسيرة، الوفي لإرادة جده ووالده المنعمين في الحفاظ على إرث الأجداد. مدينة العيون اليوم تبارك خطوات أمير المؤمنين من خلال ساكنتها الرامية إلى بناء المغرب الجديد، مغرب صيانة حقوق وكرامة المواطن، مغرب المجتمع المتجسد الفاعل، مغرب الوسطية والاعتدال والتسامح والانفتاح، مغرب التشبث بالمثل العليا للحضارة الإسلامية العريقة، مغرب الأوراش الإصلاحية الكبرى. ففي هذا الجو من الفرحة العارمة والحضور التام لبست مدينة العيون أبهى حللها وأجملها. فبهذه المناسبة